14 مليون كيلو متر مربع هي مساحة الوطن العربي، الممتد من المغرب العربي وموريتانيا في الغرب للعراق وسوريا في الشرق واليمن والصومال في الجنوب. المساحة الكبيرة دي بيتخللها مجموعة من أهم الممرات المائية في العالم، زي قناة السويس ومضيق باب المندب ومضيق جبل طارق، وبرضه ما ننساش مضيق هرمز اللي عليه كل الحوارات الايام دي، واللي اثبتت لنا الايام ان شريان الطاقه الاول في العالم. انت حرفيا بتقفل على جزء كبير جدا من اسيا وافريقيا واوروبا. مش بس كده، الارض الكبيره اللي بنحكي عليها ديت فيها ثروات تخليك ملك، اولها واهمها الطاقه، النفط والغاز الطبيعي. عندك دول الخليج الاعلى في احتياطات الغاز والنفط في العالم، ده غير ليبيا والعراق والجزائر. الوطن العربي فيه السودان، الكنز اللي غرقان في الصراعات والحروب. عندهم اراضي صالحه للزراعه تقدر ب 200 مليون فدان. عارف يعني ايه؟ يعني 712 الف كيلو متر مربع، وده تقريبا بيعادل مساحه العراق وسوريا والاردن مجتمعين. انت متخيل؟ السودان البلد الفقيرة اللي مش لاقي ياكل، لا وكمان هي تعتبر أخصب أرض زراعية في أفريقيا كلها. مش بس السودان بتتمتع بالأراضي الزراعية، لا دي كمان عندها ثروات مهولة من الذهب والمعادن النفيسة، بس طبعا كلنا عارفين هي بتروح فين.